وبكده إحنا بنساعد أصحاب محلات التليفونات إنها تعرف مين صاحب التليفون الحقيقي بمجرد الاستعلام بطريقة بسيطة وسهلة جدًا. إزاي؟ تعالَ أقول لك. البرنامج ده بيساعدك إنك تأمن تليفونك في حالة إنه لو ضاع أو اتسرق أو نسيته في أي مكان. بمجرد ما بتسجل ملكية تليفونك على البرنامج، أنت كده خلاص أصبح تليفونك متأمن ومربوط باسمك وبياناتك، وأي حد يستعلم عليه من أي مكان في العالم يظهر له مين صاحب التليفون ده اللي هو حضرتك. فده بيساعدك لو تليفونك ضاع أو اتسرق إنه يحميه، أو لو أنت نسيته في مكان أو ضاع أو اتسرق، اللي يلاقيه يقدر يتعرف عليك بكل سهولة. كمان في ميزة حلوة في الابلكيشن إن أنت لما بتسجل ملكية تليفونك ببياناتك، البيانات بتفضل ثابتة حتى لو التليفون اتعمل له سوفت وير أو ضبط مصنع. دي أهم ميزة في البرنامج، والبرنامج ده هيساعدك إن لو تليفونك اتسرق إنه يرجع لك بكل سهولة. اللينك موجود تحت في التعليقات، تقدر تحمله. جربه ومستني رأيكم في التعليقات. والاستعلام بكل بساطة بيكون من جوه البرنامج نفسه عن طريق إنك تدخل تختار الأيقونة استعلام تحقق من ملكية الهاتف، تدخل رقم المسلسل الأول والتاني بتاع التليفون، وأول ما تدوس تحقق خلاص بيظهر لك بيانات المالك للتليفون وكمان أرقام تليفونات للتواصل معاه. وفي ميزة كمان حلوة أوي، إن أنت في حالة لو تليفونك ضاع لا قدر الله أو اتسرق أو نسيته في مكان، تقدر تدخل من أي تليفون تاني وتبلغ عن فقدان تليفونك أو سرقته. كل اللي عليك تدخل تدوس على الأيقونة إبلاغ عن فقدان هاتف، ومجرد ما تدخل تدخل البيانات بتاعتك اللي أنت حطيتها أثناء عملية التسجيل عشان البرنامج يتأكد إن أنت صاحب التليفون اللي بتبلغ عنه. أول ما تدخل بيانات صح ويتأكد منك وتدوس إبلاغ، كده خلاص أي حد هيستعلم عن التليفون من أي مكان يظهر له إن هذا الهاتف تم الإبلاغ عن فقدانه أو سرقته. وكمان البيانات دي ثابتة ما بتتحذفش حتى لو التليفون اتعمل له سوفت وير أو ضبط مصنع. وبكده إحنا بنساعد أصحاب محلات التليفونات إنها تعرف مين صاحب التليفون الحقيقي بمجرد الاستعلام بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وده عشان يقدر يتواصل مع صاحب التليفون الحقيقي ويرجع له تليفون. كمان عملية التسجيل بتتم بسهولة جدًا، وهي إنك بتدخّل بياناتك الشخصية زي الاسم، العنوان، إيميل، رقم التليفون، رقم تليفون أحد المقربين، وده عشان خاطر لمّا التليفون بيضيع بيكون خطك الشخصي فيه، فأكيد مش هيعرف يتصل عليك، فعشان كده بتضطر تحط رقم أحد المقربين، أبوك، أخوك، صاحبك، أيًا كان حد مقرب لك، بحيث اللي يلاقي التليفون يقدر يتواصل معاه، وبكده تقدر تعرف مكان تليفونك ويرجع لك بكل سهولة.